تخيل معايا إنك تسافر بالزمن لزمن المماليك كانوا لسه قاعدين في مصر، وبالتحديد سنة 1347 ميلادي. وقتها كان بيحكم مصر المظفر حاجي ابن الناصر محمد ابن قلاوون، واللي كان مشهور بإن هو بيحب سفك الدماء وبيحب القتل. ويا ريتها جت على كده وبس، لأ، ده كان بيستخدم أموال الدولة في إن هو يعمل غية حمام وأبراج للحمام من الذهب. وقتها الدولة اتبهدلت بسبب صرف أموال الدولة على شوية غية حمام من الذهب للحمام. فطبعا قرر المماليك يتخلصوا من السلطان ده ويجيبوا واحد تاني، ما هم معروفين بيعملوا كده دايما. وفعلا عملوا مكيدة للسلطان وتخلصوا منه، وقرروا بالإجماع إن هو اللي هيمسك الحكم بعديه أخوه كماري، واللي اختار لنفسه اسم حسن، السلطان حسن. هل المماليك هيغدروا برضه بالسلطان الجديد؟ ومين اللي مدفون في جامع السلطان حسن؟ كل ده هتلاقوه في كتاب نبوءة قصر السلطان للكاتبة مروة جوهر، ومش هتندم أبدا إن انت قريت الكتاب ده.